أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. في لحظة ما تشعر أنك غريب عن هذا العالم. تشعر وكأنك أتيت من مكان بعيد لا ينتمي لهذه الأرض وما عليها من ضجيج البشر وطريقة حياتهم ومعاملتهم. تشعر أن نبل مشاعرك نقمة تدفع ثمنها يوميا. تحاول أن تجد لك لو فسحة صغيرة تعيش بسلام بها، كزهرة نمت بين الصخور فتقتلك صلابة الواقع. فهذا العالم واقعي وأنت عاطفي. تبحث عن شبيهك فتجد أن هذا زمن الأقنعة. هذا يتعامل معك حسب عقيدته، وهذا يراك حسب نواياه، والكل يترك فيك أثر لا يزول مع الأيام. تود الانسلاخ عن ذاتك فلا تقدر، فتبقى محبوس بداخلك. تحاول أن تبكي وتولل نفسك بالدمع لتعيد تشكيل ذاتك، لتصبح أشد قسوة وأشد لعنة وأشد صلابة، فتجد نفسك أكثر طيبة وأكثر رقة وعاطفة لا تنتهي. في كل مرة تقابل أحدهم يقتل بك أجمل جزء، فلا تدري من تلوم، نفسك أم هو. وكلما قتل بك جزء، بعض بقاياك تموت وبعضها ينحسر بداخلك. تحاول إخفاء ما تبقى منك على قيد الحياة لتعيش بأمان. ستحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تجفف منابع العاطفة بداخلك، لكن ستجد أنك نهر متدفق لا ينصب لا ينضب، وتؤمن أنك خلقت هكذا، وليس بإمكانك تغيير نفسك من كل مشاعرك الطيبة وأصلك ولين قلبك، لأنك خلقت بيهم، وليس بإمكانك أن تتصنع مثل غيرك. نصيحة لوجه الله: ما تجريش ورا حد، وما تفكرش مين سأل ومين ما سألش، ومين جدع ومين خذلك، ومين قدامك حبيبك وورا ظهرك بياكل في لحمك بالغيبة. حاول ما تدققش في التفاصيل، وبص للحياة والناس اللي حواليك زي الموج اللي بيروح ويجي. كبر دماغك وعيش اللي باقيلك وسيبها على الله. هتلاقي في حياتك ناس بتحاول تثبت لك انك وحش اكتر ما بيحاولوا يكونوا هم كويسين. اللي شايفك احسن منه هيحاول دايما يقلل منك قدام الناس كلها، وده طبعا نقص، وهيفضلوا حاسين بالنقص دايما. ما تخليش الخذلان يضيع منك صفاتك الجميلة. طبعا الخذلان صعب ومؤلم وبيكسر، بس اتأكد إن اللي خذلك وبعد عنك خسرك، مش انت اللي خسرت. خليك زي ما انت، انسى كل اللي فات وحب الخير للي حواليك وادعم القريبين منك. حرص برضه ما تأمنش لكل الناس، والأهم إنك تبقى مع ربنا، لأنك من غيره هتتعب ومش هتعرف تلملم اللي جواك بسهولة. هتمر الأيام والحاجة اللي اتخذلت فيها هتلاقي ربنا بيرضيك فيها، فما تقلقش. مفيش حزن بيدوم ولا وجع بيستمر. المشكلة اللي انت حاسس بيها دلوقتي إنها كبيرة، هيعدي عليها وقت وتهون. يا ترى فاكر وانت طفل مشاكلك كلها؟ فاكر موقف قد ايه كنت حزين ومكسور؟ يا ترى وجعه جواك لسه زي ما هو؟ فاكر لما في ناس بعدت عنك زمان؟ يا ترى وجع فراقهم زي ما هو لحد دلوقتي؟ هو ده اللي عايزة أقوله. كل وجع بتفتكره كبير وإنه مش هينتهي، بس في الآخر لازم ينتهي. من نعم ربنا علينا إنه كتب علينا النسيان. شوف لما تكتب حاجة على رمل البحر
وبعد كده يجي الموج يمسحه. هو كده بالظبط، هيجي الموج على الحزن ويمسحه، ودي رحمة ربنا. ما تخليش حزنك وألمك عائق ليك، بالعكس، خليهم هم الطريق لبداية أحسن. الشيء اللي تزعل عليه بجد هو تقصيرك انت مع ربنا، لأن ربنا اللي خلقك. عبدي أين تذهب؟ هل لك رب سواي؟ تشوف الناس ضحكتنا، تحسدنا على الفرحة، ولا يعرفوش إن الهموم شجرة في القلوب طرحة. يا ناس عينيكوا صبتنا، هدت فرحتنا وبيتنا، عشان ربنا سيبونا، كفاية علينا فرقتنا. بنضحك بس من بره، وشاربين المر متمرة، شايفيننا بس في الحلوة، وناسينا ليه في المرة. حاسديننا حتى على هدومنا، ما تيجوا تحسدوا همومنا. تعبنا وربنا وقلنا منكم لله، بنداري دموعنا بالضحكة، وعينينا برضو فضحانة. ده العمر والحياة رحلة، سيبونا نعيشها بسلامة. قلوبكم ليه ما فيها خير؟ بقينا من بعضنا بنغير، وشوش كدابة مش صافية، وشوش بتعشق التغيير. وشوش تضحك، قلوب سودة، وشوش كدابة على الموضة. الناس لما تكون تعبانة بتحتاج دواء للعلاج، مش توبيخ وشماتة ولوم وعتاب. فلو لقيت حد بيمر بظروف أو واقع في ذنب معين، فما تشمتش فيه، خليك مصدر نفع وخير، خاصة في وقت الشد. فكر معاه في حل، وادعيله بظهر الغيب، واحمد ربك إنك مش مبتلي زيه، بل أحسن إليه واستغفر له، ومدله يد العون كي يخرج من أزمته. وإن لم تستطع فاصمت، ففي الصمت خير وحفظ عرض. وقف بعض الناس يسبون أحد السكارى في الطرقات، فقال لهم أبو الدرداء: لا تسبوه، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وخلي بالك كويس، لو الناس كلها نسيت ربنا مش هينسى، بل إنك أنت بتكتب بنفسك في صحيفتك: أنا ظلمت فلان وفلانة، واغتبت فلان وشمت في فلان، وأكلت مال فلان، وشهدت زور على فلان، وأكلت ورث فلان وفلانة، أحصاها الله ونسوه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وتوفي كل نفس ما عملت. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. راجع نفسك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ولا خلة ولا شفاعة. راجع نفسك من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خير بما تعملون. هتيجي عليك مرحلة مش هيبقى فارق معاك مين قال إيه من وراك، ولا مين غاب، ولا مين عاب، ولا مين بيستعد عشان يضرك. اللي هو خلي اللي عايز يعمل حاجة يعملها. هتصيبك حاجة عظيمة من النزاهة والزهد والترفع، إما لأن الطرف التاني فعلا ما يستاهلش، أو لأنك اكتشفت إن قمة السلام النفسي هو انشغالك بنفسك وبس. حواليت الناس ما بتخلص، وكسب رضا الكل مستحيل. اللي حابب يصنفك في خانة الشخص السيء هو مش محتاج حد يعيب فيك، واللي يحب يستفسر عارف طريقك. واللي محبته لك وثقته فيك مليين قلبه مش هيصدق عنك، ولا هيحتاج توضيح منك، وهيبقى هو أول حائط صد يدافع وينفي ويحمي. الأمور بسيطة، بس احنا بنصعبها لما بنقرر نعجب الكل وننول رضا الكل، في حين
إن الأهم هو رضاك أنت عن نفسك. فرق كبير جدا بين إنك زعلان من حد وإنك اتقفلت منه. زعلان دي يعني لسه ليه عندك رصيد، لسه عايز تسمعه، لسه بتحن، لسه بتقلق عليه، لسه سايب الباب مفتوح، عايز تلاقي له مبرر عشان ترجعوا كويسين، حتى لو باين إنك تقيل ومش مهتم بالمرة. أما القفلة دي بقى حاجة تانية، بيكون الشخص ده خلص كل رصيده عندك ومش قادر تسمعه تاني، كل كلامه محفوظ من كتر تكرار الغلطات، ومبرراته بقت بتعصبك، تفاصيله ما بقتش مهمة، تصرفاته لا تعني لك أي شيء، وكل محاولاته مش قادر تقابلها غير ببرود. ما كرهتوش، بس مش حابب وجوده، وده الأصعب. تعلم أن تغادر، تعلم أن تهرب، تعلم أن تغادر دائما كل الأماكن التي تشعر أنها لا تتسع لوجودك، أن تتجاهل كل الرسائل التي انتظرتها بشغف وتصل متأخرة دوما. تعلم أن تهرب دائما من الأشياء والأشخاص الذين تحبهم ولكنهم يستمرون في جذبك نحو الظلام أكثر وأكثر. تعلم أن لا تتشبث بالأشخاص الذين لا يتشبثون بك، أن تتنازل دائما عن أولئك الذين لا يخافون فقدانك ولا يدركون قيمة وجودك أبدا. تعلم أن لا تنتظر الغائبين طويلا، أن لا تحتمل الإهمال والبرود، أن لا تختلق أعذارا لأي أحد تصرف معك بقسوة. تعلم أن تهرب دائما من كل شخص يجعلك تفكر للحظة أن وجودك غير مهم كغيابك. أن تهرب من كل شخص لا يجعلك تقع في حب نفسك، شخص يجعلك تفكر أن هذه القسوة التي يعاملك بها هي أكثر ما يمكنك أن تحصل عليه من اهتمام. تعلم أن تنظر إلى وجهك البائس في المرآة وأن تدرك أن هذا الوجه الجميل يستحق أفضل من هذا دائما وأبدا. ساعة الخلاف هي أصدق وأقوى وقت تتعرف فيه على الشخصية الحقيقية اللي قدامك. بيكون فيها الشخص فاقد القدرة على التمثيل، اللي بيمثله طول الوقت وبيظهر لك هو ازاي وشايفك ازاي. عشان كده من رحمة ربنا علينا إن في خلافات بتحصل في حياتنا عشان تعرف تعيد ترتيب الناس في حياتك من جديد بناء على الصورة الجديدة اللي ظهرت ليك. أصدق كلمات تخرج وقت الخلاف يجب أن نقف عندها ونتدبرها جيدا، لأنها الحقيقة. معادن الناس بتبان وقت الزنقة، وقت المشاكل، وقت حقي وحقك، وقت تعارض المصالح، وقت الزعل، وقت الزعل والخصام، وقت المرض، ووقت الحزن. شوف مين وقف جنبك وسأل عليك. ما تحكموش على الناس إنهم جدعان بمجرد شوية مدح وضحك وهزار. اعرفوهم وقت الزنقة. جرب بس اتحط مع حد في موقف صعب وشوف مين حقيقي ومين المزيف. الناس كلها حلوة وقت الضحك والهزار والخروج، لكن وقت الخلاف وتعارض المصلحة كله بيطلع اللي جواه وبيظهر على حقيقته. عد مين وقف معاك وقت شدتك ومين في غضب وما غادرش، وما تزودش عليهم حد. واعلم إنك لن تفهم حقيقة الأشخاص إلا وقت الخلاف، ولن تكتشف معادنهم إلا في الشدائد. نصائح مع روحك: كن قويا صادقا، وقف وقفة حازمة أمام مخاوف روحك وتوترات نفسك
ومصاعب حياتك ومتاعب الناس من حولك، حتى لو فاق ذلك كل حد. تصالح مع روحك وقاوم كبرها وعنادها بقوة، وعليك بالله فهو خير معين لك على نفسك. لا تقل أن الدنيا أرهقتني ولن تعطيني حظي ونصيبي، فلربما أنت من أرهقتها وأعطيتها ظهرك دون وجهك. ربما تكون أنت من خصمتها وتعاليت عليها وتنمرت. لا تلم غيرك على ما أنت فيه، حتى لو كان له دخل فيما أنت فيه. ولا تجعل من غيرك شماعة كلما تعثرت أو لم يحالفك التوفيق في شيء رحت تعلق عليهم ذلك التعثر فتخسرهم في وقت ربما لا يكون هناك أحد ينفعك بعد الله سواهم. فكر جيدا وتواضع مع نفسك كثيرا وتصالح معها، فالصلح خير لك ولها. توقف عن الاستياء الدائم. شعورك بالإهانة يشعرك بالضعف ويخفض من عزيمتك. شعورك بالقهر يقودك لمعاداة الآخرين ومحاولة رد الإساءة بالإساءة. استشعر السلام والسكينة التي تستحقها، وخذ القوة من اسم الله السلام لتشعر بالسعادة والسلام الداخلي. تخلص من الرغبة بالفوز. إن مواصلة الرغبة بالفوز طول الوقت هو انفصال عن الواقع وعن عيش اللحظة. ليس هناك خاسر في عالم يشترك بك الجميع ويرجعون بالتالي لنفس المصدر للطاقة. تخلص من حاجتك أن تكون الأفضل. كلنا سواسية أمام الله. تخلص من الحاجات لإثبات أنك على صواب. عندما تكون في جدال توقف واسأل نفسك: هل أريد أن أكون سعيدا أم أن أكون على حق؟ تخلص من الشعور بالحاجة والرغبة بالمزيد. القانون الكوني أنك لن تحصل على ما تريد، وإنما تحصل على ما أنت بحاجته. عند توفر الرغبة مصاحبة لمشاعر الاكتفاء. الكون في حالة توسع دائم، لذا يجب أن تكون مشابه له. في حالة خلق مستمر وتحرر مستمر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الانفصال عن الحاجة يجعل العطاء محبب إلى نفسك وإن كان قليلا، فهو يجلب السعادة والرضا. تخلص من تقييم وتقديم نفسك بناء على ما أنجزت. إن كل شيء خلق بقدر وأنت مجرد منفذ، وبالتالي ستلاحظ ما استطعت القيام به، فكن ممتنا لله لهذه القدرة. تخلص من أهمية رأي الآخرين. عندما تقابل أشخاص في مكان ما فإنك تترك انطباع مختلف عند كل واحد منهم، اعتمادا على انعكاس الشخص لما في داخله. اتصل مع روحك واجعل التناغم بين الروح والعقل والقلب طريقك بالتعامل مع الآخرين. دع شخصيتك للآخرين يتناولوها وفق أهوائهم، فهي لا تخصك بأي حال. في ناس بنشوفها مرة وتعيش جواك سنين، وناس في كل مرة بتشوفها تقول دي مين، وناس ويا الساعات بتروح وتسيب حنين، وناس عشرتها مرة وياها تعيش حزين، وناس الدنيا مرة من غيرها ولو يومين. في عيون تشبه عينينا صافيين وقريبين، وعيون تشبه مدينة ما فيهاش ناس طيبين، وعيون تقدر تفوت جواك في ثانيتين. في ناس بنشوفها بالألوان، وناس جواها مش بيبان، وناس اسود وناس أبيض، وناس محتاجة بس أمان، وأكتر ناس تأمنهم ما يجي الجرح غير منهم، وناس انت بعيد عنهم
بتنسى معاهم الأحزان. مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة. إلى اللقاء.